على رأي كابتن أحمد عفيفي اللي وزع العقوبات نسى يخبي الجوابات. صح ولا إيه؟ في وسط ما النادي الأهلي اتخبى منه جواب استضافة نهائي أفريقيا 2022 عشان يكسب البطولة للمرة الثالثة على التوالي، اتحاد الكرة بيخبيها دلوقتي بيطرمخهم على العقوبات اللي على نادي الزمالك في الإمارات علشان يصفروا دونجا. الحقيقة أنا واحد أهلاوي، يا ريت دونجا يسافر، يا ريت، عشان بعد كده لما يجي يقولوا ان النادي الاهلي نادي دوله، هطلع له الموقف ده والموقف ده وتحطها في عين التخين. نادي الاهلي نادي الدوله فين؟ لو الاهلي فعلا نادي الدوله، الجواب دوت اتخبى عشان ما نستضيفش نهائي افريقيا عشان الاهلي ما يكسبش. وانت الوقت العقوبات بتتخبى علشان تروح تسافر دونجا وتروح تكسب بالبطوله. معلش يعني، هو دونجا مع احترام الشخصيه، الشخص ليه؟ يعني مش ميسي، مش كريستيانو، مش الحاجه اللي هتزود الفنيه قوي، بس هي بجاحه. هي بجاحة عشان احنا خسرنا في الدوري. انت عارف لو كانوا كسبوا الدوري كان يقول لك لا، احنا كده كده مش محتاجين دونجا، هنروح نكسب كده كده. انما هم عشان خسروا قال لك لا، بجاحة بقى، موقف بجح وخلاص. انت فاهم قصدي؟ فاللي هو انا واحد اهلاوي، يا عم يا ريت دونجا يسافر عشان بعد كده اي حد يقول النادي الاهلي نادي دوله، هنطلع الموقفين دول وتحط الموقفين في عينه. شوف يا معلم، نادي الدوله فين؟ انت خبوا العقوبات والنادي الزمالك يقول لك لا ارى لا اسمع لا اتكلم، هيصفر دونجا، يقول لك ولا انا ما خدتش بالي، ما كنتش اعرف يا راجل. انا مسلم خالد الغندور السنه اللي فاتت بعد العقوبه قال لك الزمالك اتعاقب ومش عارف ايه، ويا ريت نعمل تظلم وحوارات من دي. طلعت تقريبا امبارح او اول امبارح قال لك عقوبات الزمالك، ما علوش عقوبات ومحدش يعرف ومش عارف ايه وما تعاقبناش. يعني بجاحه وقله ادب بطريقه. حرفيا اتحاد الكوره دوت اغرب اتحاد ممكن تشوفه على مدار التاريخ، مش في مصر بس، على مستوى العالم. ونادي الزمالك برضو نفس الكلام، اغرب نادي ممكن تشوفه على مستوى العالم، مع احترام الجمهور الزملكاويه على دماغي وعلى انا وعلى راسي، انتوا ناس محترمه جدا.